عندك ربع فرخة أو حتة فرخة كده وشوية جبن ميكس، والكباب بقى اللي مش قادرة أقول لكم اللي عليه ترندات جامدة جدا. أنا ما بعملش ترند أو بنزل حاجة غير لما بجربها بقى مرة واتنين وتلاتة كده لوحدي. عملت معاكم بقى الكباب اللي هو الكباب التركي دوت بطريقة جميلة جدا، بدون ورقة زبدة، وبدون تلزيق، وبدون بيض، وبدون زبادي، وبدون أي حاجة خالص. عملناه كده اقتصادي وجميل جدا. أنا مسميه شاورما بصراحة، هو عامل زي الشاورما كده. هقطعه وهنعمله مع بعضينا بالعيش الجميل اللي احنا عملناه قبل كده، اللي هو السوري، العيش اللي هو الطري ده. بصوا بقى شايفين الطري ازاي وجميل ازاي، حلو قوي قوي قوي. تعملي للعشاء بقى، للفطار، لكل حاجة. انا معايا هنا اهوت نبتدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. معايا هنا بصلايه حلوه كده، ومعايا الفلفل الالوان اللي انا مفرزاه. انا مفرزه فلفل الوان كده، بحب ان انا اخليه على طول عندي. وعندي كام فص توم. هضرب كل الحاجات الجميله دي مع بعضها كده في الاول، وبعدين نحط الربع فرخة بقى اللي انتوا شايفينه هناك ده يعني بقية الفرختين اللي احنا جايبينهم من اول الشهر اللي فات. هتقولي لي ما كلتيش طول الشهر خالص من الفراخ؟ لا، جبنا فراخ. كنا بنجيب الاولاد كانوا بيجيبوا فراخ ولحمة والكلام ده كله، فدول كانوا موجودين عندي. قلت طب ما اطلعهم كده واعملهم بقى. انا كنت قبل كده عملت الستريبس منهم والحاجات اللي احنا عملناها بالعيش اللي هي العيش الشاورما اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. عندي هنا التوابل بقى زي ما انت عايزة تحطي بقى. انا حطيت بقى اللي هي بابريكا، وحطيت اللي هي الجنزبيل، حطيت توابل كلها اللي انت عايزة تحطيها حطيها. اولا الفراخ دي انا غسلاها كويس جدا جدا، يعني غسلاها بالليمون والدقيق وكده، وغسلاها حلو قوي. كنت مفرزاها، فانا سبتها لحد ما طلعت كده من الفريزر وفكت، وبعملها معاكم. هنا معايا 4 معالق نشا. خلينا ناخد المواضيع كده ورا بعضها عشان ما نخشش في حاجات ونسيب حاجات. 4 معالق نشا معاليهم. بصي لو عايزه تزودي النشا وتخليها اتقل من كده براحتك، بس انا شايفه ان يعني كده هو معقوله قوي. دي اولا حته فرخه صغيره فمش كتيره يعني. والميه البصل وميه الفلفل اللي طلعت يعني برضو مش كتيره قوي، يعني ان هي تخليها ان هي تبقى يعني متخليهاش معجنه، يعني متخليهاش تقيله قوي. بصي انا جبت بقى كيس هنا. على فكرة انا كنت قبل كده منزلة بسطرمة، كنت عاملة بسطرمة بنفس الطريقة بس باللحمة، اللي هي اسمها البسطرمة الكدابة. والله يعني بسطرمة احلى من البسطرمة اللي بتيجي من بره يعني. فمش عارفة اذا كنت منزلاها على القناة دي ولا كانت القناة اللي قبليها. كانت تحفة، كانت جميلة جدا. وده برضو لما انا جربته لقيته حلو قوي ولقيته جميل، فقلت لا انزله لكم. حاجة اقتصادية وجميلة وخفيفة كده. بصوا ما انا حطيته في الفريزر لحد ما اتجمد، وبقى بالطريقة ديت هجيب علبة بقى واحطه فيها، ولما تعوزي بتاخدي منه اسحبي منه كده وحمري على طول وحطي. انا هعمل معاكم بقى اللي هي كام حتة كده من اللي انا مخليهم على جنب دول، هنعملهم سندوتشات معاكم كده شاورما حلوة قوي. انا جبت هنا قطعة زبدة وحطيتها، تمام. وعملت بقى حمرتها كده. احلى بكتير من انك انت تفرديها على ورق زبدة وتلزق في ورق الزبدة. احنا عندنا الورق الزبدة ما بيبقى النوع بتاعه ما بيبقاش حلو ومش صحي، يعني مش كل ورق الزبدة كويس ولا كل الفوين كويس ولا اي حاجة، تمام. ف... فعملناها بالطريقة دي وطلعت جميلة وحلوة. وانا يعني عايزة اقول لكم كده في نص الفيديو كده، ما تنسوليش اللايك. ربنا يكرمكم يا رب ويسعدكم. وانا بحب جدا جدا الناس الجميلة اللي دخلت عندي ونورتني وشرفتني، والناس برضو الجميلة بتاعتي وحبايبي. ورب ان شاء الله كده القناة تكبر بيكم وليكم وقنواتنا كلنا يا رب. يا رب القنوات كلها يا رب تكبر يا رب بإذن الله كده، بحق الأيام المفترجة الكريمة، بحق أيام الشهر الكريم دوت.
هنا بقى جِبت البصلة وهاخدها كرملة كده، وكمان في إخواتنا برضه إخواتنا معانا يعني ربنا يعني كل سنة وهُم طيبين، وأنا يعني مش بانسى حد يعني، أنا عارفة إن اللي بيبقى موجودين عندي وعارفة كلنا إخوات يعني، ربنا يديم المعروف يا رب. المهم أنا كده حطيت بقى البصلة كرملتها وحطيت عليها يا دوبك فلفل أسمر وحبة ملح وبس على كده، وهاحط كمان حبة بقدونس، البقدونس كده هيدّيها طعم حلو. عايزة بقى تحطي أنتِ ب تشوّحي فلفل حار أو تعملي طماطم والحاجات دي كلّها براحتك خالص. أنا حبيت إن أنا أعملها اقتصادي كده النهارده ومن غير أي حاجة خالص، وحطيت لها بقى اللي هو الSauce دوّة اللي هو البابريكا دي، أولًا هي مدخّنة وجميلة وحلوة، فهتدّيها طعم حلو كده، عايزة تحطّي كاتشب، عايزة تحطّي مايونيز، تحطّي تومية، براحتك خالص، خالص، يعني كل الحاجات دي عليكِ يعني بقى ما فيش مشكلة. هنا خلاص هاجيب بقى العيش اللي إحنا عاملينه، اللي عايز يتفرّج على الفيديو بتاع العيش ده والله العيش يعني ممتاز وحلو جدًا وموفّر، وبتعمليه بكمية كده وأنتِ عاملاه في بيتِك يعني. شايفين اللي يعني بعد أسبوع أهوّة وعامل إزاي وطري إزاي، الحتّة اللي في النُص دي مقطوعة دي ما يعني اتشدِّت منّي كده هي اتقطعت منّي كده. أحُط الميكس الجبن وأحُط بقى اللي هي زي ما باقول لِك عايزة بقى تحُطّي تومية، عايزة تحُطّي مايونيز، كاتشب، اللي أنتِ عايزاه. أنا عملته بالطريقة دهيّة بقى وطلع معايا تحفة وجميل جدًا وبألف هنا وشفا لكل اللي يجرّبه. يعني مش عارفة بقى أقول لكم إيه، أنا عارفة إن أنتم هتبدّعوا أحسن منّي كمان. فعملت بقى الكمية دي شايفين بقى الطراوة والجمال والحلاوة بتاعته، طِعِم جدًا وحلو أوي، الطريقة دي مش هتندمي خالص إن أنتِ تعمليها. عارفة العيش بقى لمّا أنا ادّيته كده اللي هي حتّة زبدة كده برضه وقلّبته فيها، فادّاني كده بقى إيه، قرمشة كده وبقى جميل جدًا. هنقطّعه مع بعضينا، الجبنة الmix ديّة بيبقى الموتزاريلا فيها قليّلة يعني مش بتبقى كتيرة، مش هتدّيكِ المَطّة اللي هي يعني بس هتدّيكِ طعم وبرضه مَطّة فيها كده حلوة أوي. بس أنا بقى يعني هاكلها كده مع نَفْسي بقى بعدين، وبعدين يعني أنتم بقى عايزة بقى تحطّي بقى مخلّلات جنبيها والله هي تستكفي بالحاجات اللي هي معمولة فيها دي، جميلة جدًا. يعني عايزة تحطّي بتنجان، أي حاجة بقى براحتك، بطاطس، اللي أنتِ عايزاه. يا رب يعجبكم الفيديو، يا رب ما أكونش طوّلت عليكم ولا يعني أكون ضيفة تقيلة عليكم كده ويعجبكم الفيديو. ما تنسونيش بالله عليكم وربنا يسعدكم يا رب، ما تنسوش اللايك لأحسن أنا ساعات باتفرّج على فيديو بتاع حبايبي كده وباتشد ليه وفي الآخر بابقى أنسى أنساه وفي الآخر أفتكر على آخر لحظة، فأنا بافكّركم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.